ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وفي احسن حال. خلاص رمضان فاضل عليه يوم، اللهم بلغنا رمضان. تعالوا بقى ندمس شويه فول عشان السحور تحفه من غير ما لونه يغير ولا الفوليه تتهري منك، من غير مكونات كتير تغير من طعمه. تعالوا نشوف الطريقه مع بعض. عندي هنا اول حاجه نص كيلو من الفول، نقعته كده 12 ساعه في ميه بس من غير اي اضافات. خطوه النقع دي مهمه جدا عشان تتخلصي من اي سموم موجوده في الفول. بعد ما نقعته كده شغلت عليه الميه بقى، فضلت اشطف فيه شويه حلوين كده وحطيت في مصفى يصفي ميته. عندي هنا الدماسه اللي هعمل فيها. هنبتدي ان احنا ننزل بالفول كده في الدماسه اول حاجه. وانتوا بتجيبوا الفول بتاعكم جيبوا الفول البلدي، بيبقى طعمه حلو قوي في التدميس. حطيت كده الفول في الدماسه زي ما انتوا شايفين. الدماسه دي ما بتاخدش الا نص كيلو فول معايا. عندي بقى هنا 100 جرام من العدس، عليهم 100 جرام من الفول المدشوش، عليهم معلقتين كبار من الرز. بس كده هغسلهم كويس جدا واصفيهم من الميه، وهبتدي ان انا اضيفهم كده على الفول. وعندي هنا طماطمايه كده قطعتها 4/4 هضيفها برضو. ومعايا هنا معلقه كبيره من السكر، معلقه ممسوحه كده، وربع معلقه صغيره من الكركم بتديله لون حلو قوي. بس كده مش هضيف اي حاجه الا نص ليمونه. هبتدي ان انا انزل كده بالميه مغليه، لازم تكون مغليه، دي اهم خطوه، لحد تغطي الفول لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما نملهاش للاخر قوي. هيقعد على النار 4 ساعات مش اقل من كده علشان الفول يطلع دايب ومستوي معاكي. وابتدي ان انا ارفعه على العين الصغيره على نار وسط. اول ما يبتدي يغلي معايا كده هديله نص عصره ليمونه واغطي عليه. وابتدي ان انا اجيب العين الكبيره كده احطها على العين الصغيره واغطي على اهدى حاجه عشان الفول يستوي براحته. وهنا اول ما طفيت عليه بقى، المية خفيفة بس عشان لسه طافية عليه، انما هي لما بتصبر شوية تهدى من الحرارة الرز اللي فيه بيتقل المية دي ومتكونش خفيفة كده. شايفين لونه فاتح ازاي وتحفة. والفولية زي ما هي ولا تهرى ولا اي حاجة. دي بعد ما هدي كده خالص وبرد تماما. الرز اللي فيه شايفين تقل المية ازاي وبقى قوامه كويس. انا كده هديله ضربة بقى في الكبة، ضربة خفيفة كده، وهعبيه في اكياس بقى وعلى الفريزر. بجد كان تحفة، اتمنى تجربوا الطريقة دي، يا رب تعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.